الاهلي بقالي سنتين، والزمالك والاهلي زفت بقالهم سنتين. والله العظيم عندها حق. يعني لما اشوف انا الترجي يغلب الزمالك، وشباب بوليسداد يغلب الزمالك، وصن داونز يغلب الاهلي، ويعمل نتيجه في ارضك هنا تعادل، يعني احنا هنفضل قرف. مش في الكوره بس، ده في مصر بحالها، على مستوى الكوره وعلى مستوى العمله للغلاء، وعلى مستوى ما عادش في حاجه بتبسطنا ولا تفرحنا، بقينا في قرف وفي زفت. اما لسه عيله من حقها اهي تقول لك انا بشجع بقالي سنتين، زفت. الله الوكيل مش مكشوفين على دمكم. فين وزير الرياضه؟ فين وزير الرياضه؟ اما كل يوم بقالنا دلوقتي 7 سنين متتالي، 7 سنين متتالي مفيش كوره في مصر. دليل ان ما عندكش منتخب، دليل ان مفيش منتخب. نادي اسماعيلي بيهدد الهبوط، الاتحاد السكندري بينافس بالعافيه على المربع الذهبي او الثامن، الله اعلم ممكن يكون في التاسع كمان. الزمالك والاهلي زفتين ونيله، ولا حد لا هيهلم من تنادي. فين المسؤولين؟ يا دي بلد، يا دي كده بالاسلوب الوسخ في الرياضه وفي الاعلام وفي في الغلاء بتاع التجار يا راجل، ده احنا تعبنا. احنا هنفضل بقى؟ ده احنا جالنا القولون وجالنا الضغط وجالنا القرف. احنا مستنيين لما العيال الاخرى تجيلها القرف ده ولا ايه؟ اي حد يلحق الناس ديت، الناس اللي هي مش هتنفع في البلد تغور في نصيبه. الناس اللي مش هتنفع في البلد، سواء في وزاره الشباب والرياضه ولا في وزاره التموين ولا في وزاره، في اي حته، في اي وزاره، لان خلاص يعني احنا تعبانين. احنا قلنا الغلاء، عايزين الناس تراقب التجار والاسعار، ولا حياته الا من تنادي. قلنا الكوره بتفرحنا شويه، ده الكوره دي اللي بتفرحنا. ده احنا مهروم في بطننا، ده احنا هنقوم في خيبه ونموت في خيبه ونعيش في خيبه وهنموت في خيبه ما تعرفش. زفت. لا اله الا الله.